أمس من الشيخ مهدي وغيره: لا تسبوا أصحابي، وهي موجهة لخالد بن الوليد. ومعاوية أحط درجة من خالد لأن خالد أسلم قبل الفتح. فأنا فقط أدور وألف حول أن نصل إلى الهدف الذي نناقش حوله. لا يمكن لك يا شيخ محطري، لا يمكن لك أن تصل. لا، أنا أستبعد، أنا أعرف، أدرس. أمس نظرت وضعت في الإنترنت موقف علماء السنة، المذاهب السنية كلها، يعني تلاميذ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، كلهم يرفضون لعن معاوية ويترضون عليه، يعتبرون من الصحابة. والآن وأنت تكلمني أرسل إلي الشريف الهاشمي اليمني الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدل أستاذ الحديث النبوي الشريف، قال لي: لم يصح أن خال المؤمنين معاوية لعن عليا وهو من أحفاد علي. هذا الأخ الشريف الدكتور محمد بن عبد الرحمن الأهدل من أشراف اليمن. فهذا الموضوع محل نزاع في الهاشمين أنفسهم. ما نحتاج شريف من اليمن، قد معانا شريف أنت. لا أقول لك، يعني هذا الموضوع أنتم معانا شريف المغرب كله. الله يحفظك ويرفع قدرك دنيا وآخرة. القصد أن هذا الموضوع محل خلاف ويمكن لا ليس محل خلاف يا دكتور هاشمي. أنا ملتزم بأن أضع لك التواتر أمامك. أنا ملتزم. وأنا ما عندي مانع أعطيك فرص في الليالي الجاية تعرض هذا الأمر. فقط حبيت أقول لك أن الدكتور العسكر عبر عن رأيه قبل قليل، والشيخ المهدي، ونضاف أيضا الشيخ الشريف محمد بن عبد الرحمن الأهدل الهاشمي الذي يقول لم يثبت، وهو أستاذ حديث، أن خال المؤمنين، يعني هو يخالفك في الرأي. فحبيت أقول لك أن هذا الموضوع الثاني محل خلاف. هل ترى من الفائدة؟ الأهدل هو من خريج أم القرى من السعودية، وأي متخرج من السعودية هو يقول خال المؤمنين وصحابي جليل، اسمعني، ويجعل معاوية رمز السنة ورمز السنة والجماعة. أنا أعرف هذا. لحظة الشيخ محمد، على من نقام. أنا رأيي أن نحسن الظن ببعض البعض. الشيخ الأهدل يعلم أن هذه الدنيا مهما طالت قصيرة، وأن يوم العرض آت، وأن الله تعالى يحاسب الناس كلهم، وأنفع له أن يرضي الله من أن يرضي آل سعود. يعرف أن آل سعود هو وكلهم لن يدوم، الله عز وجل هو الدائم. ويوم القيامة أنا أقول لك بمن هو أجل وأكبر من الأهدل ومني ومنك يا دكتور هاشمي. هل تسمعوني؟ نعم. هل تقبلون بسنية الشوكاني؟ خليني أقول لك حاجة. أنا أمس نظرت في ابن كثير، أعطيك القصة. أمس لمساعدتك أنت في النقاش نظرت فيما يقوله ابن كثير، فوجدته يجمع الأدلة على الرد على من يطعن في معاوية بن أبي سفيان. فحبيت أقول لك فقط، وقد يكون مخطئا هو، بس حبيت أقول لك أنه من الصعب أن تجد سنيا يتوافق معك على البراءة من معاوية بن أبي سفيان. أنا حبيت أسهل الموضوع. لا ليس بسني. لحظة بس، لنترك معاوية إلى وقت آخر. هل ترى أنه بما أن الآن حتى في اليمن ظهر من أبناء اليمن الزيدية من يطعن في الخلفاء الراشدين كما فعل الأخ حسين في الملازم، ما رأيك أنه هذا النص فائدة لليمن والسعودية مباشرة ويعزز الوحدة الوطنية؟ لم يطعن أحد.